السلام عليكم. الصدمة والترويع دي كانت خطة باتريس موتسيبي النهاردة وهو في المؤتمر الصحفي وبيتكلم على المؤتمر كان عامله علشان المستجدات في الاتحاد الأفريقي. طبعا الكل عرف والكل يعلم تماما دلوقتي ان الاهلي في الكونفدراليه والزمالك وبيراميدز اللي خد مكان الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قلت الاهلي الاول ليه؟ لان جماهير الاهلي ما نامتش بقالها 3 ايام بسبب ان في واحد محرض اعلامي طلع وقال ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا وعلى ضمانتي، وقعد يتكلم كتير وجاب لهم امارات وقال لهم حاجات والكل صدق. يعني للاسف الشديد هو قلل من جماهير الاهلي ومن عقول جماهير الاهلي، وبالمعنى البلدي كده استقل بيهم. انا هتكلم في الموضوع ده لان انا زعلان على جماهير الاهلي انها تتعامل المعامله دي. ليه تعاملهم كده؟ ليه تضحك عليهم؟ ليه تستقل بيهم؟ فنرجع لباتريس موتسيبي، كان في المؤتمر الصحفي النهارده وما جابش سيره اي انديه غير في مره. قال انا بحب الزمالك وبيراميدز والوداد والاهلي بس، وكل انديه افريقيا. هو ده بس اللي ذكر فيه اسامي انديه. مذيع بيساله بيتكلم، قاعد بيتكلم في حاجات تانية خالص بعيدة عن زيادات اللي هتبقى في دوري أبطال أفريقيا، كما هو مشاع في مصر. وبعض الإعلاميين مسؤولين طلعوا وأكدوا إن الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، لدرجة إن جماهير الأهلي خلاص تعشمت وحطت في دماغها إن هي في دوري أبطال أفريقيا. خلاص ما تعرفش تقنعهم، هو خلاص هو اتبرمج على كده. هو المواطن الأهلاوي هو لما بيسمع حاجة بتعجبه بيصدقها، لو ما عجبتوش ممكن ما يصدقهاش. لكن طلع الإعلامي ده ومعاه 2 3 تاني وأكدوا إن الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. النهاردة في المؤتمر الصحفي جماهير الزمالك كان الموضوع عادي بالنسبة لها، لأن احنا عارفين اللي هيحصل ايه، واثقين في ربنا ثم نادينا يعني، واثقين في الشغل اللي احنا عملناه والضغط اللي احنا ضغطنا بيه على الاتحاد الأفريقي إن ما يوافقش. طلع باتريس موتسيبي واتكلم وخلص كلامه خالص، وبعدين سأله صحفي بيقول له ايه هي الزيادات اللي هتبقى في دوري ابطال افريقيا؟ قال له اي زيادات احنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده. لو في اي قرار في اللجنة التنفيذية، هي اللجنة العليا هي اللي بتتكلم في الحاجات دي، انا ماليش فيها. فباتريس موتسيبي مش اهبل ومش عبيط، فاهم الصحفي عاوز يقول له ايه. فراح سأل الصحفي قال له انت مبسوط باللي انا قلته؟ ار يو هابي؟ راح الصحفي قال له لا. قال له انت عايزني اقول لك ايه؟ قال له انا عرفت ان في زيادات. الصحفي عارف ان في مصر قايلين ان الاهلي خلاص في دوري ابطال افريقيا، فالراجل اتفاجئ. ايه ده انتوا قايلين ان هو طالع يعلن، طالع يقول ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واخد الكلام من المصريين الاعلاميين المصريين اللي فضحونا، اللي طلعونا كدابين قدام العالم. راح طلع قال ايه؟ قال له يعني مفيش زيادات؟ قال له لا مفيش اي زياده في دوري ابطال افريقيا، ولو في زياده هنعمل بعد كده احنا قبلها ندرس الموضوع، لان لازم يكون قبلها بفتره عشان ندرس الموضوع. الصحفي اتصدم. باتريس موتسيبي ضحك كده وعاوز يقول له انا عارف انت عايز تقول ايه، والمصريين دلوقتي قاعدين، مش المصريين، الاهلاويه دلوقتي قاعدين فاكرين ان انا هقول ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا، والراجل عارف ومطنش، ولا جاب سيره الاهلي ولا جاب سيره الزيادات ولا جاب حاجه. بعدها قال كلمه، واحد تاني سأله سؤال، قال انا عايز الانديه اللي هتلعب في كاس في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه تتابع القرعة وتتابع ماتشاتها. يعني بيدي رسالة للأهلي اوعى تنسى شوف القرعة عشان شوف هتلعب مع مين. بس أنا هقول لباتريس موتسيبي حاجة هو ما يعرفهاش أو ممكن أعرفها وساكت. اللي أنا أعرفه يا كابتن باتريس أو يا مستر باتريس لحسن تزعل، اللي أنا أعرفه إن الأهلي مش هيلعب في الكونفدرالية. أيوة، بس سألني ليه؟ علشان خاطر هم بيقولوا على حد قولهم، يعني على كلامهم، يعني بيقولوا ان البطولة ان هم اكبر من البطولة. تضحك ليه؟ والله قالوا كده، قالوا ان هم اكبر من البطولة
هم كبار ان يلعبوا في البطوله. ليه؟ كانوا متعشمين يلعبوا في دوري ابطال افريقيا ويتساووا مع الزمالك وبيراميدز اللي خد مكان الاهلي. فطبعا الراجل ضحك وابتسم كده وقعد كمل المؤتمر، وفي الاخر شكرا يا جماعه وشكرا، ويوم الاربعاء الجاي تقريبا او السبت هعمل مؤتمر في المغرب وهنبقى مع بعض ان شاء الله. وما قالش اي زياده ولا جاب سيره الاهلي بابيض ولا اسود ولا عبر الاهلاويه اللي قاعدين يتفرجوا عليه ولا حاجه خالص، ولا كأن في حاجه. الاهلاويه بقى بعد الموضوع ده كده بحوالي ربع ساعه او نص ساعه سمعت بقى خناقات في مواقع على اليوتيوب يعني على التواصل الاجتماعي، على وسائل التواصل الاجتماعي، مش مصدقين، وناس اتخانقت مع بعض وناس شتمت بعض. وطبعا انا ما بلومهمش. هتقول لي ازاي ما بتلومهمش؟ ايوه ما بلومهمش، لان هم ولدوا لقوا ان في اعلاميين بتضحك عليهم. يعني هو صغير كبر وهو بيكبر لقى اعلامي بيضلله. هو الولد او البنت بيحبوا الاهلي هيسمعوني انا؟ لا طبعا. فهيسمعوا مين؟ الناس اللي بيشوفوهم بيتكلموا على الاهلي. فطبعا ابو سماعه هم مسكوه وقالوا ايه؟ صدقوه، لان هم عايزين يصدقوه. قال لهم ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واكد لهم واطمنوا. بعد المؤتمر اتصدموا صدمه وترويع، بقوا مصدومين ومتروعين مش عارفين يعملوا ايه. مصدومين، تيجي تكلم الواحد منهم فاتح بقه وساكت، تزقه كده ما بيتحركش، خلاص في حالة ذهول تام. هيفضلوا كده ممكن لغاية الفجر. ليه؟ اتعشموا. ما احنا قلنا ما نلومهمش، هم نلوم مين؟ نلوم اللي وصل لهم المعلومة. اللي وصل لهم المعلومة ده لازم يتحاسب. انا بقى طالب من منبر الصغير ده، بقى طالب الاستاذ خالد عبد العزيز ان يوقف الناس دي. الناس دي محتواها مضلل. ما هو انا لما اكلم ناس والناس دي مثلا تطلع بكلمه ولا اتنين مني يستفادوا بيها، يبقى حاجه فضل وعدل من ربنا. اما اكذب عليهم طول الحلقه واقول لهم ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واقول لهم ان باتريس موتسيبي اتصل، فاهمين بقول على مين؟ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي. قال ايه؟ اتصل بالخطيب وقال له انا عايزك تدخل دوري ابطال افريقيا. فقال ايه؟ على حد قوله هو، مش انا طبعا، على حد قول المذيع ده او الصحفي ده. راح ايه الخطيب قال له طب افكر. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا الكلام ده حصل. قال له افكر. وبعدين نفس الصحفي طلع تاني يوم بيقول انا بقول للاتحاد الافريقي ان لازم يشكر الاهلي على انه وافق ان يلعب في دوري ابطال افريقيا. تخيلوا يا جماعه، والله طلع قال كده، يشكر الاهلي ان تساوى مع الزمالك. يعني عاوز الاتحاد الافريقي يشكر الاهلي اللي هو داخل بمزاج الاتحاد الافريقي، فاهمين؟ فالاتحاد الافريقي بقى اللي هو عبيس يعني يشكر الاهلي ان هو دخل وبقى في صف الزمالك متساوي راسه براس الزمالك. فطبعا كلام مضلل، كلام ما ينفعش، ما يدخلش عقل انسان طبيعي. طبعا حرام نستقل بعقل جماهير الاهلي، حرام. استاذ خالد عبد العزيز، انت مسؤول عن الشباب الصغير ده، انت مسؤول عن الاعلام اللي بيضللهم ده، انت اللي مسؤول، محدش مسؤول غيرك. سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش فاضي للمهاترات دي والكلام الفاضي ده. فانت لازم تشوف الناس دي اللي بتعمل محتوى مضلل وكل معلوماتها كذب في كذب، وانت عارفه كويس. هو بسماعة وبيطلع يكذب على الناس وفرحان في الزمالك وبيفرح في الزمالك في اي مشكلة للزمالك وما بيعملش ضميره. لسه برضه هنتكلم عليه تاني في حلقة تانية ان شاء الله، وان شاء الله برضه تشوفوها باذن الله. فطالع بيقول ايه؟ بيقول ان يعني ما معناها ان جماهير الاهلي بينيمهم، بيعمل لهم تنويم مغناطيسي، وضحك عليهم للاسف وصدقوا. مين بقى اللي مسؤول النهارده بعد ما خدوا الصدمه دي بقى؟ جماهير الزمالك عادي عارفه ان ده هيحصل، عارفين ان لا يصح الا الصحيح، وباتريس موتسيبي مش جعان يعني. ثم الراجل يعني بصراحه يعني الراجل بيحب الزمالك. انا مش عايز اقول زملكاوي لاحسن يروحوا يقولوا لي يقول لي انا مش زملكاوي، لا هو زملكاوي بيحب الزمالك. يحب شيكابالا جدا.
فهو وبعدين البشره السمراء كمان حاكمه، وبيحب محمد منير وبيحب احمد الكاس واسماعيل يوسف، وبعدين هو برضو شبه اخواتنا في النوبه، فطبيعي هيحب الزمالك، طبيعي يعني. فالراجل زملكاوي. بس يا جماعه بالله عليكم محدش يروح يقول له عشان ما يطلعش يقول لا انا مش زملكاوي، لا هو باتريس موتسيبي بيحب الزمالك جدا، والدليل طبعا النهارده هو برضو يعني برضو عارف ان الزمالك تعب وشقي. ازاي مثلا هيبقى الزمالك تعب وشقي وهجيب واحد بليد ساقط اوقفه جنبه؟ ما ينفعش. فلا يصح الا الصحيح، والحمد لله. وعاوز اقول لكل الناس اللي شافتني، الابطال اللي فضلوا معايا لاخر الحلقه، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، ويبقى لك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لكل الزملكاويه المحترمين اللي متابعيني واللي بيتفرجوا عليا. وليا صفحه على الفيسبوك اسمها هيما حكايه، اللي يحب يشرفني يتفضل فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.